السلام عليكم ومرحبا بكم. وصلتنا نهار اليوم لي صابلي ولا كاين يقولها لي طاغط. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وان شاء الله نكون خفيفه عليكم والفيديو ما يكونش بزاف طويل. بسم الله نبداو المقادير وطريقه التحضير. هنا المقادير كتبتهم لكم كامل باش يجوا واضحين مليح وما تغلطوش كي ديروا الوصفه. عطيت لكم بالضبط. هنا نبداو. اول حاجه نحكموا ان ريسيبيون، نحط هذيك الزبده، نزيد نغربل عليها سكر كلاص كيما عودتكم دائما انا نستعمل هاد الغربال ولا غربه اللي عندكم، نغربلها مليح، ندخل هذيك السكر كلاص لداخل الزبده حتى تدخل لي هذيك الزبده كامل في سكر كلاص وتولي عندي هكذا اون كريم حتى يختفي كامل هذاك السكر كلاص. من بعد نضيف حبه تاع البيض ونحرك بالفوي مليح حتى كذلك هذيك البيضه تدخل لي. نزيد هذيك المغرف الكبيره تاع لا مايزينا ومغرف صغيره تاع لافاني تكون معمره. تقدروا تستعملوا ليكيد ولا غبره تاع لافاني. هنا نخلطهم مليح حتى يدخلوا المقادير مع بعضهم. نبدا نزيد الفرينه غير بالعقل. البنات انا عندي الفرينه ديالي بزاف تشرب، ما تيماجينيوش شحال تشرب. نتوما الفرينه تاعكم ديروها اكو تعرفوا الصابلي لازم ما تكونش يابسه وما تكونش طريه جاريه بزاف. كي تحطوا صبعكم تجيكم طريه وما تكونش تلصق لكم. هنا نضيف لا لوفر، نص باكي تاع لا لوفر. من بعد نخلط كامل، نبدا نخدم بيدي ونطم غير الفرينه. دائما نقول لكم لي صابلي ما يتعجنوش. هنا نطمهم كامل بيدي مليح ونبدا قلت لكم كل خطره نضيف الفرينه غير بشويه حتى تطم لي العجينه. وهنا كل واحد والنوعيه تاعو تاع الفرينه. انا عطيت لكم شحال استعملت الفرينه وانتوما صاديبون على حساب النوعيه اللي تستعملوها. دائما نقول لكم الفرينه انتم اللي تتحكموا فيها باسكو كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. انا هنايا طمت لي لاباط مليح، درت لي فارينه حوالي 500 غرام تاع لافارين. نطمها مليح هذيك لاباط ديالي ونحطها فوق بلون دو طرافاي. نطمها مليح ونديرها في السيلوفان نخليها تريح 10 دقائق هكذا حتى ربع ساعه. من بعد نرش بلون دو طرافاي تاعي كامل بالفارينه، نغربل الفارينه فوقه ونحط السيلوفان باش ما تبداش تلصق لي هذيك لاباط في الحلال. ما نحبش نعمرها بزاف بالفارينه انايا باش تجينا طريه. فوالا هنا نحل مليح كيما راكم تشوفوا هنايا نبسط، نحل من الفوق من التحت ونزيد نجبد من الوسط الاطراف كامل. هنا تاني استعملت حلال واحد اخر باش يرطب لي لاباط. شوفوا البنات علاش نحب نستعمل السيلوفان باش ما يلصقليش باسكو لاباط ديالي راهي بزاف طريه يعني ما شاء الله. من بعد البنات انا بعد ما نكمل نحلها كامل ونسقمها كامل بلي كوتي نبدا نطبع في لي صابلي ديالي. انا استعملت لي النوع تاع لي طاغط هذوك تاع لي صابلي وانتم استعملوا اي نوع تاع الطابع اللي حبيتوه. هنا نطبعهم كامل كيما راكم تشوفوا، ندير وحده قدام وحده باش هكا يخرج لي الحساب كيف كيف، ما نديرش مدورين اكثر منها المثقوبين. فوالا بعد ما نكمل كامل نطبعهم نكون ديجا بريباريت السنيوات تاعي، ندير لهم بابي كويسون ولا نغربلهم غير بشويه فارينه. اللي ما عندوش بابي كويسون كل واحد ومقدوره. بعد ما كملتهم نحطهم في الفور يطيبوا. شوفوا البنات انا نحب لي صابلي محمرين واللي يحبهم بيوضه يدير بيوضه. انا نص نغربلو بسكر كلاص ابان ماشي حاجه، والاخر نديرلو كونفيتور ولوز افيلي كاوكاو افيلي جلجلان ديروا واش تحبوا. هنايا ندير لهم المعجون الملح من الفوق كيما شفتوا هنا، والمعجون تاع الاختياري تحبوا تاع المشماش تحبوا تاع لي فريز كيما حبيتوا، الاختيار لكم وشاكان سونغو. من بعد هنايا نستفهم كامل. انا نحب لا ديكوراسيون بالطبع، نحب كل حاجه نتقنها اتقان مليح، سورتو اللي يحب لا كويزين ويحب الطيابات كيما انا. واعوذ بالله من كلمه انا يتقن الحاجه وتجيه بالطبع. هنايا البنات نبدا نلصق لي صابلي ديالي. كاين اللي نديرهم بالكونفيتور وكاين اللي نديرهم بالشوكولا باسكو كاين ما يحبش بالكونفيتور. دونك انا نحب النوع ندير كونفيتور وشوكولا هنا. والبنات هنا انا ديجا كنت قصتهم كل وحده مع اختها. بعد ما كملتهم كامل لصقتهم نحطهم انا في طبق التقديم كيما راكم تشوفوا هنا. نقول لكم شاهدكم بالجنه ان شاء الله، ان شاء الله يعجبوكم وجربوهم راح يجوكم بزاف بنان ويذوبوا في الفم. في الملتقى ان شاء الله برعايه الله وحفظه. مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله. وليدوه ملاح وجربهم يكتب لي في لي كومونتير.